لا تبخلوا علينا بالاشتراك ولايك للفيديو لتشجيعنا. أشارت تقارير فرنسية إلى أن النجم المغربي عز الدين أناحي متوسط ميدان أونجا الفرنسي يميل لترك فرنسا والانتقال إلى أحد الدوريات الكبرى الأخرى. وساهم أناحي في الإنجاز التاريخي للمغرب الذي أصبح أول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم، وبعد التفوق على مرشحين في مونديال قطر الأخير مثل بلجيكا وإسبانيا والبرتغال. وجذب أناحي الأنظار إليه بفضل المستويات المميزة التي قدمها في مونديال قطر في الوقت الذي ينتهي في عقده في شهر يونيو من عام 2026، وارتباط اسمه بالانتقال لأندية مثل برشلونة ونيوكاسل وليستر سيتي. وبحسب موقع فوت ميركاتو الفرنسية يميل النجم المغربي للانتقال للدوري الإيطالي في الوقت الذي يتصدر فيه نابولي سباق المهتمين بضمه، وهناك أيضا إنتر ميلان. وأضاف الموقع في تقرير له أن مارسيليا قد يدخل في السباق ولكنه يعاني من أزمة مالية في الوقت الراهن، وبدوره يرغب أونجي في الاحتفاظ بخدمات اللاعب حتى نهاية الموسم رغم العروض التي يتلقاها لضم النجم المغربي.